بطل افريقيا قدر ان هو يكسب اول مبارياته في كاس الانتر كونتيننتال. النهارده رجعنا لكم من جديد بتيشيرت بيراميدز الجديد اللي عليه نجمه افريقيا. الحمد لله ماتش امبارح عدى على خير، الفريق قدر يكسب سكور كويس. فريق اوكلاند سيتي فعلا فريق متواضع جدا. بيراميدز كان مسيطر على الماتش بالطول والعرض، لكن الاجواء في الاستاد كانت جميله جدا. هتافات الجماهير ما كانتش مبطله طول الماتش. عدد الجماهير فعلا ما كانش زي العدد اللي كان موجود يوم مباراه صن داونز، لكن العدد كان محترم. وتحيه كبيره لكل الناس اللي كانت موجوده في الاستاد، وكل الناس اللي كانت مشرفه على الهتافات وعلى التفاعل اللي كان موجود. مكتسبات الماتش ده اول حاجه عوده رمضان صبحي، واللي ظهر بشكل الى حد ما كويس. الحاجه الثانيه مشاركه مصطفى زيكو واحرازه لهدف، وهدف كان حلو خالص، اتعمل من على الجنب الشمال كده، كان بشكل جميل جدا. مشاركه عبد الرحمن مجدي، مشاركه مروان حمدي اللي قدر ان هو يجيب هدف كويس. يمكن في بعض اللعيبه ما كانش مستواهم احسن حاجه، وعلى راسهم فيستون مايلي. ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي بعد اسبوع من النهارده قصاد اهلي جده في السعوديه. على الناحيه الثانيه في الدوري المصري الدنيا اشتعلت خالص، وبشكل غريب خالص الاهلي اتعادل مع انبي، وفي هدف كمان انبي جابه والحكم ما حسبوش، كان الماتش هيخلص 2-1. الدنيا اتغيرت والكوره بتتغير، والزمالك بيكسب المصري 3-0. في حاجات غريبه كده بتحصل. ان شاء الله ربنا يكرم والمنتخب يوصل كاس العالم في الماتش اللي جاي، وبعدها نرجع نفوق لكم كده في الدوري، وان شاء الله نقدر نعدي اهل جده ونوصل للماتش قبل النهائي، وان شاء الله نلاعب باريس سان جيرمان في النهائي.